اوف. مش عارف اكتب كلمتين في جواب. مالها رسائل الواتس؟ قلوب، قلوب بتضحك، قلوب بتتحرق، وحركات كده وحاجات كده حلوه. مالها بس الجو الرسائل القديمه دي؟ مالك يا حليتها؟ بتكلم نفسك ليه؟ اختي، انت اللي هتنقذيني من الحوسه اللي انا فيها دي. مش عارف اكتب كلمتين في جواب. انا عايز الحل منك انت. في ايه؟ شاهناز خطيبتي عايزه رساله غراميه من الجو القديم، جواب ويجي لها على البيت. ياه، هو في حد لسه بيفكر كده دلوقتي؟ شاهناز. عموما ما تقلقش، انت جيت للشخص المناسب. طلع ورقه وقلم واكتب ورايا. حاضر اهو. هنبدأ الأول. اكتب ورايا: إلى حبيبتي، واكتب اسمها، تحية طيبة، وأما بعد. إلى حبيبتي شاهناز، تحية طيبة، وبعدين بس قبل الكتابة محتاجين شوية حركات كده. ازاي؟ هنرش برفيوم ليك ريحته هادية كده على الرسالة. ايوه بقى يا رومانسية قديمة. بس انا الازازة خلصت، احط لها مزيل عرق؟ وكمان عايزين وردة حمراء عشان حبيبتك تحتفظ بيها وتحطها جوه كتاب. شاهناز تحط وردة جوه كتاب؟ انا شاكك اساسا ان هي بتعرف تقرا. خلاص هحط لها وردة. وكمان عايزين بيت شعر نبدأ بيه الجواب. الله، انت جيتي في ملعبي. هنكتب: انت بسكوتايه مقرمشه. يخرب بيتك، ده تحرش مش شعر. عندك حق، بلاش دي. اقول لك في واحده تاني. لا اكتب: صفيني مرة، جافيني مرة، ما تنسانيش كده بالمرة. الله، انا حاسس ان هي كمان هتبعت لي منديل فيه بوسه بالروج. مالك يا ننوس؟ في ايه؟ شاهناز مالها؟ لقيتها جايه وعامله لي تصريحه فاتن حمامه ولابسه لي فستان من الستينيات وتقول لي خدني على النيل وغني لي. اعمل ايه؟ ايه يابا، دي راحت منها خالص. احي، مش كده وبس، ده عايزه الرسايل المره الجايه بحمام زاجل. اعمل ايه؟ رايحه فين؟ رايحه اشتري لك جوزين حمام زاجل من السوق. حمام؟ طب المره الجايه هيكون ايه؟ هيكون ايه؟